كلشي مؤخرا ولا كيهضر على كلود اي اي وكيقول لك راه واحد الاداه اللي صراحه زوينه بزاف وكتسهل عليك الخدمه وفيها شي حوايج اللي ما كاينينش في لي تشات بوت اخرين بحال تشات جي بي تي جيميناي ديب سيك ولا اي تشات بوت اخر كنعرفوه. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح للناس المبتدئين اللي باغيين يعرفوا اشنا هو كلود اي اي ولاش كيصلح واشنا هما دوك المميزات اللي كيهضروا عليهم الناس كاملين، بحال بروجيكتس، بحال ارتيفاكتس، بحال الام سي بي سيرفرز، بحال كلود ديزاين وبزاف ديال الحوايج اللي غادي نشرحهم لكم بواحد الطريقه سهله وبسيطه باش ما يبقاش حتى شي حاجه ما مفهوماش لك على كلود اي اي. تبع معايا حتى الاخير ديال الفيديو حيت ملي غادي تسالي هذا الفيديو معايا غادي تكون خارج بواحد المعرفه كامله وشامله على كلود اي اي، وغتعرف ديك الساعه واش كيصلح لك، واش تقدر تخدم به حتى نتايا في المشاريع ديالك ولا في المهام ديالك اللي كتخدم بها اونلاين، او لا تقدر تبقى غير مع تشات جي بي تي وجيميناي كيف ما كنتي في الاول. باش ما نطولش في هذه المقدمه ما تنساش دير اعجاب بهذا الفيديو، خلي لي كومونتير الا ما فهمتيش شي حاجه ولا شي حاجه راه غادي نجاوبك عليه، واشترك معايا في القناه وفعل جرس التنبيهات حيت غادي نبارطاجي معكم بزاف ديال المعلومات او بزاف ديال الفيديوهات بخصوص يعني الباسيف انكم سي بي اي الافيلييت كي دي بي البلوغين، بزاف ديال المجالات غادي نشاركهم معكم وغيكونوا دي فيديو تقريبا شبه يومي باش نحطهم لكم في القناه، وديك الساعه تفرج حتى نتايا وتستافد وتفيد معك حتى الناس او صحابك حتى هما. يلا نبداو في الشرح ديال الفيديو ديالنا. هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره على واحد المقدمه اللي غنهضروا فيها على كلود اي اي، وغنهضروا على تقريبا كل شيء فيما كيخص يعني اي حاجه متعلقه بهذا الشات بوت هذا اللي تم مؤخرا واحد الضجه كبيره في العالم ديال الذكاء الاصطناعي، وكل شيء ولا كيدوي عليه سواء في اليوتيوب سواء في السوشيال ميديا او يعني في الناس اللي كنعرفوا كل شيء كيقول لك كلود اي اي ولا واحد الاداه اللي قويه. وبصح كلود اي اي انا شخصيا كنعتبره يعني وحش ديال الذكاء الاصطناعي، حيت الا عرفتي كيفاش تخدم به وكيفاش تستغل ديك القوه ديالو غادي تمشي بالنيفو او تمشي بالورك فلو ديالك او بالخدمه ديالك لواحد النيفو اللي طالع بزاف. هنا غادي نطرحوا واحد السؤال، كلود اي اي ما بقاش واحد شات بوت يعني اللي تجي تسولو بحال تشات جي بي تي، حيت اغلبيه ديال الناس حنا في العالم العربي او في المغرب كيهضروا او كيتعاملوا بتشات جي بي تي كيسولوا سؤال عادي وكيتوقع منه واحد الاجابه اللي تكون غير عاديه، وهذا الشيء الصراحه راه ماشي صحيح. كلود اي اي ماشي تشات بوت عادي ولا تقريبا ورك سبيس، يعني ولا واحد البيئه ديال العمل، يعني الناس ولات كتكري فيه او كتبني فيه مواقع تطبيقات، يعني كدير فيه اناليز ديال واحد البيانات او تحليل ديال البيانات اللي كتكون صراحه قويه ما يقدرش الانسان يديرها بوحدو، خاصو شهور باش يديرها، كيديرها ليه الاي اي او الكلود اي اي في واحد يعني 2 دقائق او 3 ولا حتى 4 ساعات. الناس بدات كتهضر على هاد كلود اي اي، ولكن اغلبيه راه ما كيعرفوش يخدموا به. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشرح لك بزاف ديال الحوايج اللي خاصك تفهمهم نتا على كلود اي اي باش حتى نتايا تعرف كيفاش تخدم به وكيفاش حتى انت تستغل هذا الوحش ديال الذكاء الاصطناعي في الصالح ديالك، كيفاش تبني بروجيكتس عليه، اشنا هما الارتيفاكتس واشنا هما اشنو كيعنيو. غادي نشرح لك اشنا هي الام سي بي سيرفرز ولاش كيصلاحوا، وغنهضروا على السكيلز وغنهضروا على الكلود كود كلود ديزاين وبزاف ديال الحوايج فيما كيخص يعني هاد الاداه القويه اللي كاينه حاليا. وملي غتسالي هاد الفيديو هذا تقريبا غادي يكون عندك يعني فهم كامل وشامل على كلود اي اي، وحتى انت الا بغيت تخدم به واحد النهار غادي تمشي بالخدمه ديالك او بالمشروع ديالك او بالمهمه اللي كدير تقريبا يوميا على الويب غتمشي بها لواحد النيفو اللي زوين بزاف. قبل ما غادي نعرفوا شنو هي كلود اي اي. كلود اي اي هو واحد الذكاء اصطناعي اللي طورته الشركه ديال اونتروبيك، وهاد الشركه تقريبا الناس اللي كانوا خدامين اوبن اي اي اللي خدامين بتشات جي بي تي هما نفس الناس اللي مشاو وخدموا يعني في اونتروبيك، ومنها حولوا هذيك الفكره ديال انه اوبن اي اي كانت كتركز على انها تصايب واحد الاي اي اللي قوي، ولكن اونتروبيك ركزت على واحد الفكره اللي احسن، هي انها بغات تصايب واحد الاي اي اللي يكون ذكي وامن وكيفهم الانسان مزيان. ودابا صراحه راه كلود ولا تقريبا مشهور بزاف في 3 ديال الحوايج. اول حاجه هي الكتابه ديالو طبيعيه بزاف كتبان يعني هيومن، يعني اكثر من اي تشات بوت اخر. ضروري تشات بوت اخرين ضروري كيعطوك واحد الاحساس ان داك الشيء اللي يعني اللي مكتوب سواء تكست ولا شي ارتيكل في المثال الناس كتخدم في البلوغين ولا في اي مجال اخر كتحس بداك الشيء بحال راه مكتوب بالاي اي. اما كرود اي اي لا كيعطيك داك الشيء بحال كاتبه واحد الانسان، يعني واحد النسبه كبيره. ثاني حاجه ودي دي من اهم يعني الحوايج اللي تقريبا عطات قوه الكلود اي اي هي البرمجه والكودين. بزاف ديال الديفلوبرز بداو كيفضلوا كلود اي اي خصوصا يعني في الكود الطويل وتحليل المشاريع الكبيره.
ولاو كيعتمدوا عليه يعني يوميًا، يعني في كاع لي projects ديالهم. ملي كيكونوا خدامين عليهم، هو كيعاونهم بزاف، يعني سوا من الdebugging، سوا من يبيلدي معاهم، كيبني معاهم هادوك المواقع ولا هادوك des SaaS ولا des applications ولا des games، ولا كلشي كيعتمد على Claude AI في هاد العالم ديال البرمجة بالذات. وهذه اللي عطات واحد القوة كبيرة، وداك الشيء خرجت مؤخرًا، خرجت Claude Code، خرج أنه كيخدم localement على الحاسوب ديالك، وتقدر يعني دير انتيغراسيون ديال بزاف ديال لي مودلز معاه، وتقدر تربطو مع الVS Code ولا مع Cursor ولا مع بزاف د الحوايج، وتقدر انت تبني يعني تطبيقات ولا مواقع ولا دي games واخا ما تكونش فاهم حتى سطر يعني في البرمجة. تالت حاجة هو أنه كيفهم يعني الملفات والمعلومات يعني اللي كتكون ضخمة أو كبيرة بزاف، يعني كيقدر يتريتيها لك بواحد الطريقة اللي ما كتخيلكش على البال. تقدر تعطيه دي PDF ليطوال، مشروع ديال شي برمجي كبير، دوكيمونطاسيون، ملف تقدر تعطيه حتى ملفات كتيرة مرة واحدة أو دقة واحدة، وهو يقدر يتعامل لك معاها يعني بواحد القوة اللي ما كتخيلكش على البال. وهذا الشيء كيقدر هو كيفهمهم كاملين ويعاونك تخدم عليهم. وهنا بداو الناس كيتصدموا بهذه القوة ديال كلود AI. من بعد ما كتمشي للصفحة الرسمية أو الموقع الرسمي ديال كلود AI، كتسجل عادي بأي بالجيميل ديالك أو بالإيميل بحال كيما كتسجل في أي منصة أخرى. من بعد كتوجه لهاد الصفحة، هذه هي الصفحة الرئيسية ديال كلود AI أو ديال الchat bot ديال كلود AI. هنا فين كتبدا تشاطي نتايا مع كلود اي اي، يعني كتبدا تكتب ليه دي اسئله، تكتب ليه دي برومبت، كنتي باغا دير تحليل ديال البيانات، باغا تكتب نصوص، باغا تكتب بزاف د الحوايج. الوغ هنايا كاينه هاد الشات اللي تقريبا عاديه. الوغ هنايا كتكتب ليه اي حاجه راه غيجاوبك عليها. هنايا هاد العلامه الزائد هنا فين كتضيف ليه، يعني الا كنتي انت بغيتي تكتب واحد الحاجه اللي بغات تسولو ولا عطيه واحد برومبت ولا شي حاجه، من هنايا غتزيد تعطيه واحد التصاور، تعطيه واحد الدوكيمون ولا شي حاجه بحال البي دي اف بحال تي اكس تي، كتقول ليه في المثال ها انت خُذ هاد التصاور ولا خُذ هاد لي دوكيمون كريفيرونس باش تزيد تجاوبني وتفهمني علاش كنسولك. وهو ديك الساعة بيان سور ملي كتعطيه داك الشيء، كيزيد يفهم اشنوك باغي توصل ولاش باغي تعرف واشنو باغي دير، وديك الساعة كيعطيك داك الجواب النيت اللي تيكون وافي ومكفي. تفهمنا؟ ألوغ هنايا كاينه هنا تيك سكرين شوت. هنا تيكين سكرين شوت يعني هنا غتاخذ بها واحد اللي ضغطتي عليها، كتشوف كاع ديك الصفحات اللي مفتوحين عندك في البراوزر. الا ضغطتي على شي وحده فيهم في المثال كياخذ منها هو واحد سكرين شوت، وكيعقب ياخذها بحال هكا ريفيرونس، فهمتي؟ يعني بحال حتى هي بحال هكا ايماج، وكيعرف علاش كتهضر في المثل. شي سيت ويب ما فهمتيش علاش كيهضر، شي منصه بغا تخدم عليها وما ما قادرش تخدم عليها ولا ما كتثيقش فيها ولا ما عارفش كيفاش تخدم فيها، ولا شي حوايج باغي تعمرهم ولا هادي، كدير سكرين شوت في المثال، وهو ديك الساعه يعني كيفهمك اشنو بغيتي وكيعرف علاش كتهضر، وديك الساعه كيعرف علاش يجاوبك. تفهمنا؟ تالت حاجة هنا فين كاين الad projects، هي اللي غادي نرجعوا لها من بعد، هي وهاد الskills اللي باغي نشرحهم لكم في هاد البلاصة هادي اللي فيها الشريط الجانبي. دابا غادي نشرح لكم غير هاد الشيء اللي مكتوب هنايا، وعاد غادي نمشيو لهاد الجهة هادي. هنا الconnectors هما واحد المنصات ولا دي سيت ويب اللي كيكونوا في المثال الناس كتخدم بهم يعني بشكل يومي على حساب الدومين ديالهم، على حساب المجال اللي خدامين فيه. فهمتي؟ الوغ بحال دابا انايا ديجا مكونيكتي مع هاد المنصات هادو، وأنت ملي كتجي كتبغي يعني تضيف واحد المنصة أخرى كتخدم عليها على حساب الخدمة ديالك، خدام في المثال في الماركتينغ، خدام في المثال في البلوغين، خدام في السوشيال ميديا، خدام ما نعرف CPA الأفيليت في شي حاجة كيف ما كان نوعها، كتجي وكتضغط على هاد اد كونيكتور بحال هكا. وهنا غادي تشوف ها هي انتروبيك اي بارتنرز، يعني كاع الناس اللي دايرين معاه بارتناريا دايرين معاه واحد الشراكه. وغتشوفوا شحال لا ليست راه شحال طويله، يعني راه ما يمكنش. وهنا كدير هنايا سورت باي، يعني تاخذ على حساب دوك اللي كيستعملوا من الناس بزاف ولا الناس تريندين ولا حاجه اللي كتكون باقا نيو، ولا بغيتي دير لهم الترتيب بطريقه ابجديه. فهمنا؟ وهنايا كتشوف على حساب ها هما المجالات اللي انت خدام فيهم. في المثل الناس اللي كتخدم على الكودين، كتخدم في المثل على الداتا، كتخدم على الهيلث، الproductivity ولا الmarketing، كتختار ديك الساعة نتايا، وهو كيكلاسي لك كاع هادوك الconnectors على حساب هذاك المجال ديالك. وكتشوف ديك الساعة المنصة ديالك أو هذيك البلاتفورم اللي أنت خدام عليها ولا خدام معاها، كتشوفها واش كاينة في هاد لا ليست أو لا. ومن بعد كتضغط عليها وكدير ليها connection وغتكونيكتيها معاه. صافي ديك الساعة هو كيولي ديك الساعة بحال يعني مكونيكتي معاها. أي حاجة درتيها راه وبيان سور على حساب أشنو كدير نتايا في ديك المنصة، يعني ما يقدرش يدير لك شي حوايج كلشي. يعني دابا الناس ملي كتكون بالمرات كتفهم هذا الشيء كتفهمو بطريقه شويه مغلوطه. داك الشيء علاش انا كنركز على هذه القضيه. غنركز لكم على شي حوايج باش تكونوا فريمون عارفينهم كيفاش كيداروا بصح. هو ملي كتعطيه ديك الكونيكشن يعني على حساب واحد الصلاحيات ما يقدرش يتجاوزهم. واش فهمنا؟
الوغ ماشي غيقدر يتحكم لك هو في البلاتفورم كاملة ولا ما نعرف، الوغ كيقدر يدير لك واحد المهام على ديك المنصة، ولكن راه ما يديرلكش كلشي، على حساب عاوتاني الصلاحيات اللي عطيتيه أنت وعلى حساب الصلاحيات اللي عنده هو مع ديك الشركة أو مع ديك المنصة أو مع ديك الtool ولا أي حاجة، تفهمنا؟ بحال دابا في المثال اللي اختارينا في المثل أنه يمشي لأدوب في المثل أدوب يخدم معاها يعني تقدر دير واحد لي ديزاين وتبدا تبوستيهم هنايا ولا شي حاجة ويخدم معاك مع أدوبي، الوغ على حساب الصلاحيات اللي عاطيها أدوبي يقدر هو يخدم بهم، وأنت نفس الشيء الصلاحيات اللي عاطيه أنت، ما يمكنش هو يخدم لك على كلشي، الوغ هادي غير بين قوسين باش الناس تكون عارفة أشنو ديك الساعة ملي كدير connection كتكون عارفة ديك الساعة، وهنايا راه غتلقاو تقريبا كاع يعني أغلبية واحد النسبة كبيرة بحال زابير كيما كتشوفوا malwarebytes كاع دوك كاملين تقريبا كاع ديك الأشهر المنصات كاينين الناس كيخدموا بهم، راه غادي تلقاوهم هنايا، بحال مثلًا الناس كدير الكودين راه ولا سميتو غديروا هنايا وكتماناجي لك لي projects ديالك من هنايا من نيشان من كلود AI مع فيرسل وصافي وكتهنى، من ديك الساعة ما تبقاش تزيكزاكي ندخل من هنا ونرجع لكلود AI هز هو ديك الساعة أوتوماتيكمون كيدوز داك الشيء بحال أوتوماتيك، ما غاديش تبقى تحتاج كل مرة دخل خرج دخل خرج وكتضيع في الوقت وتضيع الطاقة وتضيع الجهد، ألوغ هو كيسهّل عليك الخدمة مزيان، تفهمنا؟ ألوغ هنايا هادو هُما بالنسبة للconnectors هادو أما بالنسبة للskills راه حنا غادي نرجعوا ليهم حتى هُما غنشرحهم لكم بواحد الطريقة باش تفهموهم، دابا غادي نمشيو غير دقة دقة. ألوغ هنايا كيف ما قلنا الconnectors هُما هادو، هنايا هاد الresearch ملي كتضغط عليه كتفعّلها بحال هكا، إلا ضغطتي عليها أشنو كدير؟ ديك الساعة كيولي هو كلود AI كيدير لك research يعني تعليميًا بحال educatif في المجال التعليمي، الناس اللي كدير البحوث كدير مثلًا بحال الطلبة في الجامعات في الناس في القراية العادية وهادي، ملي كدير هاد علاش هُما ضروري تفعّل هاد الresearch باش ديك الساعة هو كيعطيك داك الشيء بحال academic educatif يعني بواحد الطريقة تعليمية وأكاديمية ياك؟ إلا ما فعّلتيهاش غادي يبقى يجاوبك عادي بحال أي chat bot آخر. وهنا علاش قلت لكم راه كاينين بزاف ديال الحوايج مخبيين في كلود اي اي وداك الشيء الناس كيستغلوهم وكيحاولوا يمشيو بهذيك الخدمه ديالهم ولا بالقرايه ديالهم ولا بالمشاريع ديالهم اللي كيكونوا خدامين عليهم كيمشيو بهم لواحد النيفو اللي طالع بزاف كيقدر يدير لهم واحد 90% من الخدمه يعني غير بهاد الاضافات ولا بهاد الطرق ولكن الناس اللي كتجي وكتبدا تكتب عادي غير كلود اي اي وكتبدا تكتب فيه سؤال ولا تكتب برومبت بحال تشات جي بي تي ولا دوك المسائل الاخرى هذاك الشيء راه ما خدامش وما غيعطيكش واحد النتيجه اللي واعره وغتبقى ديما عندك يا اما النتيجه ناقصه يا اما انت ما عارفش شنو كدير ولا ما وصلتيش داك الشيء اللي انت باغي الوغ تفهمنا هذه من بعد كاينه هاد ويب سيرش هاد ويب سيرش انا ديجا كنفعلها ديما علاش هاد ويب سيرش حيت ملي هو كتطرح ليا واحد السؤال ولا كطيح واحد البرومبت كتقول لي في المثال سير قلب ليا ولا سير بحث ليا على واحد الامور كذا ولا كذا اشنو كيدير هو كيمشي على حسب البيانات اللي عنده وهذيك البيانات كتكون ديجا يعني updated هو عندها واحد التحديثات ولكن ما كتكونش ديما محدثة يعني نفس التحديثات يعني تا آخر نهار. ألوغ هاد القضية قليل اللي عارفينها، ألوغ علاش هنا ضروري تفعّل هاد الweb search باش أنه ديك الساعة كيمشي كيقلّب ليك هو في الويب، ما كيمشيش هو على حساب الdata ديالو، يعني على حساب البيانات اللي عنده. ألوغ هو كيمشي يتعمق لك مزيان وكيمشي ياخذ لك المعلومات الجديدة بحال الناس اللي غتخدم في المثل في الSEO كتخدم في المثل بشي حوايج ديال اليوتيوب، المهم هادشي هكا مثال. هادوك تيكونوا بالمرات كيديروا لهم دي ميزاجور ولا تحديثات الاخرى اللي كتكون الوغ هو الا مشى قلب ليك غير على في المثال الداتا ديالو تقدر تكون شي معلومه باقا جديده باقا ما دخلاتش ليه هو ديك الساعه البيانات ديالو يعني الناس اللي خدامين في انتروبيك ولا خدامين على كلود اي اي كيكونوا في مثل مازال ما داروش لها التحديثات وهنا فين غادي ديك الساعه انت غادي تزقل ديك القضيه انك ما غاديش تكون على اطلاع بهذيك المساله ولا بداك التحديث الاخر ولا بزاف د الحوايج الوغ انت الا كنتي خدام وعارف راسك كتخدم على شي حوايج باقيين جداد ديما فعل هاد ويب سيرش فهمنا وهنا يوز ستايل هنا اليوز ستايل راها تقريبا سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه هنا كتقول لي ودي كيفاش الطريقه باش انت كتجاوبني الوغ كيجاوبك يا اما بطريقه نورمال يا اما يجاوبك بالليرنين يعني في المثل هي طريقه عاديه والليرنين يعني في المثل طريقه تعليميه كما شرحنا في المثل هذه القضيه ديال الريسيرش هنايا الوغ الا فعلت الا كنت تخدم في المثل بالريسيرش حاول تفعل معاك هذا الستايل ودير معاها ليرنين علاش غيولي ديك الساعه بحال شي استاذ كيشرح لك شي استاذ جامعي استاذ في المثل في الثانويه استاذ في اعدادي يعني هو كيشرح لك بطريقه تعليميه كيفهمك كيعلمك كيقريك الوغ انت ديك الساعه الا كنت باغي تفهم وباغي تتعلم وباغي تقرا هذه هي تقريبا احسن طريقه ديرها ما تجيش وتقول لي في المثل راه بغيت نتعلم هذا المجال في المثل ولا هذه المساله هذه ولا هذا واحد شي حاجه كيف ما كان نوعها الوغ انت خاصك تاكتيفي هاد لي زوبسيون بحال هكا ولا هاد لي زاستوس باش كومسا حتى هو كيفهمك وكيعرفك وعاد غنعطيكم واحد الحاجه اخرى اللي تقدروا ديروها وهذيك ضروري خصكم ديروها
ماشي تقدروا، يعني خاصكم ضروري ديروها. علاش؟ حيت هذيك ملي كتعطيها ليه كيزيد يفهمك أنت، كيولي يفهمك بحال شي واحد عارفك بيرسونيلمون، كيعرفك أنت كيفاش كتفكر، وبيان سور داك الشيء اللي كتعطيه هو كيولي يجاوبك عليه. يعني كتقول ليه في المثل أنا ودي ما كنبغيش الهضرة بزاف، كنبغي داك الشيء قليل، كنبغي داك الشيء بحال precise ولا هادي ولا هادي ولا هادي. كيولي فاهمك في العقلية ديالك، بحال أنا ودي خدام راه عندي واحد الbackground، عندي واحد يعني ديجا خدمت هنا ولا خدمت هنا، ولا ديجا خدمت مثلًا على الويب، خدمت مثلًا على affiliate ولا هادي. كيولي هو عارفك أنت شخصيًا كيفاش داير، وكيولي هو يتعامل معاك بحال شي واحد في المثال صاحبك، ولا المهم شي واحد كيعرفك في بلاصة الخدمة ديالك ولا هادي. كيولي يتجاوب معاك بحال كيعرفك personnellement، يعني ماشي كيعرفك غير شي واحد مورا البيسي وهو راه كAI، لا، كيولي بحال يتصاحب معاك، يعني كيعرفك أنت كيفاش داير نتايا، يعني كيفهمك في عقليتك. وبيان سور أنت داك الشيء على حساب داك الشيء اللي كتعطيه. أنا غادي نجي لكم هاد القضية من بعد، وضروري ما ديروها ملي تسجلوا في الحساب ديالكم في كلود، سوا في النسخة المجانية سوا في النسخة المدفوعة. ضروري ديروها باش تستافدوا لو ماكسيموم من هاد كلود AI. الوغ هنايا هاد كونسايز هادي يعني كتقول ليه الاختصار، عندك الشيء بالمختصر المفيد، تفهمنا؟ هنا اكسبلاناتوري نفس الشيء، يعني اكسبلاناتوري كيمشي معاك لابعد الحدود، يعني كيبقى يعطيك لي ديتاي لي ديتاي لي ديتاي. وهنا فورمال، هنا هاد فورمال هادي اشنو معناتها؟ الناس اللي كتخدم على شي حوايج كيكونوا اداريين، شي حوايج عندهم علاقه بالادارات، بالشركات، ما نعرف بالسفارات، بحال الناس اللي كتكون دير الهجره ولا شي حاجه بحال هكا، من احسن ياكتيفيو هاد فورمال. يعني هو ديك الساعه ملي كيبدا يكتب ليك ولا كيبدا يجاوبك، كيعطيك على حساب ديك يعني الاداره، ولا على حساب يعني كيهضر معاك بواحد الطريقه اوفيسيال، تفهمنا؟ الا خليتيها ما ماكتيفياش كيبقى ديما كيهضر معاك يعني بطريقه عامه جينيرال. الوغ انت راك تكتب شي نهار شي وثيقه، بغيت تصيفط شي ميساج شي هيئه، شي حاجه بحال هكا، بحال الناس اللي كتكون ديال الهجره كتبغي تصاوب شي دوكيمون، كتبغي تصيفطهم على برا للسفاره او القنصليه ولا شي حاجه، من هنا اكتيفي هاد الفورما هادي، وغتشوف ديك الساعه النتيجه اللي غادي يعطيك ديك الساعه بحال شي واحد في الاداره او في الشركه او في السفاره او في الهيئه او في شي حاجه بحال هكا، في جمعيه ولا كيف ما كنقولوا حنايا. وكيبدا يكتب لك داك الشيء بواحد الطريقه اللي اوفيسيال، وغادي يعجبك الحال ديك الساعه ملي غتشوف الفرق بين هادو راه ما مدايرينهمش غير هكاك، حيت بصح كاين فرق بيناتهم، تفهمنا؟ وهنايا الا ضغطتي على هاد كرييت اند ايديت ستايلز، هنايا انت كتهبط لهنا كرييت كاستم ستايل. اش كيدير ديك الساعه؟ انت كتعطيه واحد الستيل ديالك، هداوي عليه. انت بغيتيه يجاوبك بالستيل اللي بغيتي نتايا، يعني كتقول لي ودي انا بغيت لي ديتاي، بغيتك تبقى تعمق ليا، تشرح ليا ابسط المصطلحات، تشرح ليا ابسط الامور. هو ديك الساعه كيولي فاهمك كيفاش داير نتايا، وكيبقى يجاوبك على حساب داك الستيل ديالك. الوغ ستيل ديال الاجوبه راه من هنا كتايديتيه ولا كدير ليه كاستمايزيشن، صافي، فهمنا؟ الوغ هادشي كلشي ما كيخصوش هاد القضيه ديال الستايل. وهنا غادي نجيو لهنا المودلز، هاد المودلز هادو اللي كتشوفوا هنايا، اللي كتشوفوها ديجا عندها مفتوحه نورمال، كتكون وحدها قفل هنايا، حيت انا عندي ديجا البرو فيرجن، يعني عندك النسخه المدفوعه كنخلص فيها تقريبا شي 190 درهم. وكنصحكم كاملين ديروها، حيت الصراحه غتستافدوا بواحد الحاجه اللي ما كتخيلكمش على البال. وصراحه راه ما غالياش، حيت 200 درهم في الشهر غتغنيكم على بزاف ديال الحوايج، وغتعطيكم شي حوايج اللي ما تخيلوهمش صراحه بالنسخ المجانيه. هذه هي كنصيحه لكم. بالنسبه لهاد لي مودلز، يعني هادو هما العقل باش كيفكر هذاك الاي اي. علاش؟ اشنو معناتها؟ يعني اعتبرهم هادو بحال ثلاثه ديال الناس او ثلاثه ديال الاشخاص، زع عليهم حتى هادو حتى هما بحال هادو الناس اللي غادي يجاوبوك. هذا واحد الانسان اللي ذكي وواعر بزاف، غادي يجاوبك بحال بشي حوايج اللي ما عمرك تتخيلهم على بالك، يعني ذكي بزاف، كيعرف كيفاش يجاوب، كيعرف كيفاش كينظم، كيعرف كيفاش يقاد لك الامور، كيفاش تيصايب ليك بزاف د الحوايج. هذا اعتبره بحال شي واحد بينه وبين. هذا السونيت هذا 4.6 هذا ديجا مديور للناس، تقريبا الناس اغلبيه كتخدم به. علاش؟ حيت هو سريع وفي نفس الوقت كيعطيك اجابات تقريبا وافيه. ولكن راه ماشي بحال هاد اوبوس هذا، الا كنتو عارفين كتبحثوا على هادشي راه تعرفوا هاد القضيه هذه، حيت اوبوس تقريبا هو الموديل الاخر ديالهم، وراه قوي بزاف. حيت اصلا انت ملي كتجي وكتجرب بعض المرات كتعطيه اسئله او كتعطيه دي برومبت، وكتشوف ديك الساعه هذاك الفرق بيناتهم، راه بصح كاين فرق، وفرق كبير بزاف. هما تا هما ما دايرينش داك الشيء غير هكاك. وهنا هاد هايكو هادي 4.5 حتى هو نفس الشيء، هذا fastest and most efficient. يعني شنو معناتها؟ يعني سريع واقتصادي. هذا بالناس اللي كيكونوا خدامين بشي حوايج سراع، هذا كيصلح لهم. وهنا غادي تجي واحد القضيه اللي مهمه بزاف، اللي هنا فين كتجيو ديك المساله ديال التوكنز. التوكنز هو واحد الرصيد اللي كيعطيو لك، يعني في المثال هذاك اليوزاج اللي كتستعمل فيه نتايا هاد كلود اي اي، كيعطيك واحد الرصيد. يعني بحال الناس اللي كيخدموا بحال في الانترنت في التليفون ولا بال يعني الروشارج، بحال نفس القضيه. شنو معناتها؟ يعني انت ملي كتكون خدام معاه كتسول فيه ويبغي كيبحث لك وكيمشي يقلب لك ويبني لك ويصوب لك، كيستعمل واحد الطاقه، هذيك كتسميوها بحال التوكنز، كيستعمل واحد الطاقه. الوغ هذيك كتكونسوما وكتسالي، ملي كتسالي كيقول لك اودي حبس
وتسنى حتى دار الريزات وعاد نكمل معاك. الوغ نتايا هنايا فين خاصك تكون ذكي، سواء كنتي خدام بالنسخة المدفوعة أو بالنسخة المجانية، ضروري تحاول تستغل هاد الأمور هادو. أشنو معناتها؟ أنت إلا كان عندك أسيدي واحد المهام اللي ساهلة وبسيطة، حاول تخدم غير بهايكو ولا هاد سونيت كاع واخا تكون عندك حتى هاد أوبوس 4.7، خدم غير بهادو ولا سير أنت كاع شي موديلز كاع قل من هادوك. علاش؟ حيت أنت ما غاديش يعني في المثل كتسولو على شي حاجة بحال واحد غيقول لك كتب ليا CV، CV ما غاديش يعني غيستعمل شي طاقة كبيرة، حيت كلود AI راه صعيب، راه واعر بزاف وبحال الوحش ديال الذكاء الاصطناعي. يعني أنت ملي كتقول ليه في المثل غتمشي في المثل تقول ليه Opus 4.7 في المثل تقول ليه كتب لي CV، بحال كتضحك عليه، ولا بحال كيما كنقولوا كتقول ليه بحال غتشد واحد موتور ديال الطيارة وغديرو في بيكالا. لا، غادي تستغل أنت الtokens وفي نفس الوقت كتستغل ديك العقلية الصعيبة. هنايا هاد لي models هادو كديرهم نتايا إلا كان داك الشيء صعيب، فيه تحليل البيانات، فيه بناء ديال السيت ويب كبار، فيه الtraitement ديال الdata بزاف ديال الحوايج. ألوغ هنا فين غتستعمل هاد لي models هادو. أما هذا تخليه الحوايج اللي بساط، وهنايا كاع عاد تعمقت واحد شوية. ولكن إلا كنتي ديجا شاريه في المثل هاد عندك اشتراك معاه، حاول تستعمل هاد Opus في هادوك المشاريع الكبيرة، حيت بحال الناس اللي بغيتي تخدم في مثلًا شي project كبير بيان سور غتمشي مع هذا. علاش؟ حيت هو كيمشي معاك كيتعمق معاك، واخا دغيا غيسالي ديك الtokens ديالو دغيا، ولكن راه كيمشي معاك بعيد. يعني ما غادي يعطيك داك الشيء اللي فريمون ما كيتخيلكش على البال، وأنت ما تقدرش ديرو أنت بوحدك بعدا. أول حاجة واخا تكون أنت professionnel، واخا تكون كاع شي واحد expérimenté في شي حاجة، هو راه كيمشي معاك لشي حوايج ضروري كتستافد معاه. أنا بعدا يوميًا واخا عندي تجارب بزاف ديال المجالات، وديما كيعطيني شي حوايج جداد عليا وكنتعلم معاه، في نفس الوقت كنبني معاه ولا كنصايب معاه، وفي نفس الوقت كنتعلم معاه. يعني راه الصراحة شي حاجة اللي زوينة بزاف. وهنايا هاد extended thinking اشنو معناتها؟ نورمال كتلقاوها هي ما مفعلاش، خاصكم تفعلوها. علاش؟ هنايا هو بحال كيتادابت على حسب السؤال ديالكم. الناس اللي ما كتعرفش هاد القضية كيفاش تجيري الtokens ديالها وتجيري هذاك الusage ديالها، من الأحسن تاكتيفي هادي باش هو ديك الساعة واخا يكون حتى في هاد الفيرسيون، حتى في هاد الموديل السريع أو الاقتصادي، في نفس الوقت يقتصد لك كتر. يعني في المثال عطيتيه في المثل غير سؤال بسيط كيحتاج واحد 3 سطورة، غيمشي معاك هو حتى 3 سطورة ويحبس، الوغ باش أنت ما تضيعش في ديك الtokens غير هكاك. تفاهمنا؟ وهنايا الauthor models يعني more models هنايا نفس الشيء، هادو تختاروهم إلا كنتو بغيتو شي حوايج على حساب نتوما كتقلبوا. مي ديما عقلوا على أن Opus هو داك الtop ديالهم، يعني بحال كما كنقولوا هذاك الموديل الصعيب ديالهم، الواعر ديالهم، وهاد السونيت هو اللي يتابعوا، وهاد هايكو هو اللي من بعد. فهمنا؟ هادو بالنسبة لي مودلز. وهاد هنايا كدير معاه يعني الفويس مود عادي، كتشاتي معاه كتبقى تسول فيه وكيبقى يجاوبك، يعني بحال كومونيكاسيون كيما كاين في تشات جي بي تي وفي جيميناي وفي بزاف ديال الشات بوت الاخرين. ودابا غادي نجيو للشريط الجانبي. هنا كيف ما كتشوفوا هنا كاينه هاد نيو تشات. هنايا نيو تشات يعني اشنو معناتها؟ نيو تشات يعني محادثه جديده، اي محادثه درتيها معاه كتبداها من هنايا. هنا السيرش كيبحث معاك على المحادثات اللي عندك. مثلا كنت كدوي مع انت عام وعندك معاه واحد 1000 محادثه، غاديك تبحث عليها بالسميه ولا بالجمله ولا باي حاجه، وهو ديك الساعه كيطلع لك. ونفس الشيء هنا كيعطيك لي تشات ديالك كاملين معاه. موراها البروجيكت هذه هي فين كاين هذه القوه كاينه ديال كلود اي اي، كاينه في هذا البروجيكت هي اللي غادي نهضروا عليها دابا وغنشرحها لكم. ولكن غادي يكون عندنا واحد الفيديوهات اللي مخصصين كل حاجه غندير لكم تطبيقيه. دابا باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو بزاف، غادي نشرح لكم غير هذا الشيء كشرح، ومن بعد التطبيقي غادي يكون بوحديتو. الوغ هنا في البروجيكت اش كدير؟ هنا ملي كتدخل البروجيكت كتلقى هذوك البروجيكت اللي عندك، او في المثل كدير اول مره كدير نيو بروجيكت، كتضغط عليها هنايا وكتمشي هنا كتسميه في المثل اي بروجيكت. كدير ليه في المثل ويب سايت في المثل، ياك؟ هنا غتكتب ليه في المثل او دي ويب سايت فور ريسيبيز في المثل. يعني ها كوصف هذا، هادو ماشي مشكل، هادو هاد السميات يعني ما عندهمش شي تأثير كبير. وغدير create project. هنا فين هنا فين كاين التأثير، ها فين كاين. هنا فين غتبدا تشاطي معاه، ولكن ها فين كاين التأثير، في هاد هنايا instructions. هاد الميموري يعني كيعقل عليك غير انت بوحدك، خدام معاك انت بوحدك. وهنايا add instruction for try وهنا كاين instructions، يعني add instruction to tailor close response. اشنو معناتها؟ يعني تيقول لك اودي عطيني لي زانستركسيون اللي بغيتي. يعني انا غتجيبني غنخدم معاك على واحد البروجي، ما نخدمش معاك على كلشي. يعني غنخدم معاك على واحد السيت باغي تصاوبو، ولا في المثال واحد الحاجه ديال السوشيال ميديا، غنخدم معاك على اليوتيوب، غنخدم معاك على فيسبوك، غنخدم معاك في المثال على افيلييت. المهم اي حاجه انت باغي، يعني بحال غدير مشروع. علاش؟ باش ما تبقاش كل مره كتدخل لهنايا نيو تشات وتبقى كل مره تعطيه، كل مره توريه شنو باغي يدير، تكتب ليه تشرح ليه وهادي ويبقى يسول فيك وهو لا. باش تختصر عليك الطريق،
تختصر عليك الوقت، تختصر عليك بزاف ديال الأمور. من هنا كتجي وكتعطيه واحد الinstructions، وغادي نوريكم طريقة سهلة باش تعطيهم ليه، حيت الأغلبية ما غاديش يقدر أنه يكتب instructions كاملين لهذاك الproject ديالو. ألوغ كاينة طريقة سهلة غديروها، هي أنكم غترجعوا للchat عادية، حتى لا غتقول ليه كتب ليا في المثال يعني كتب ليا واحد markdown file. هذا هو الأهم، هذا MD file، واحد الMD file يعني نوع ديال لي files بحال TXT بحال PDF. هنا كتقول ليه أودي كتب ليا واحد markdown file في واحد السيت ديال ريسيبي، ولا كتب ليا markdown في المثال الانستغرام بوست، بغا نبدا نبوستي الانستغرام، بغاتك تعاوني عليهم في المثال في ميتا داتا ولا اي حاجه متعلقه باللي بوست ديال الانستغرام. غتقول لي كتب لي في المثال markdown فايل على ود ان يوتيوب شانل، في المثال الناس اللي بغات دير يوتيوب ولا بغات دير سكريبتات ولا بغات دير اي حاجه، يعني المهم انت اي بروجي بغات تخدم عليه غتجي تقول لي كتب لي غير markdown فايل، وهو راه غادي يفهمك شنو بغيتي. وديك الساعه غيعطيك واحد لي زانستركسيون اللي كيكونوا الصراحه واعرين بزاف، وغادي يعاونوك بزاف. حتى شي حوايج انت ما تقدرش تكون اصلا ديرهم انت الا كنتي خدام على شي بروجي، ما تقدرش تنساهم، يعني بحال واحد التشيك ليست كنديروها في المثال. شي واحد تيبغي يبوستي شي بوست، كاينين واحد المراحل كتبعهم. دابا كاين اللي غيجي وضروري يقدر ينسى واحد المرحله، هو ملي غيعطيك هاد لي زانستركسيون هادو ولا هاد التعليمات هادو غيعطيهم لك كاملين على هذيك كما كنقولوا هذيك الفكره العالميه او الجلوبال ديال هذاك كيفاش كيتبوستا واحد الانستغرام بوست، ولا كيفاش كيتبنى واحد السيت ويب، ولا كيفاش كدير واحد اليوتيوب شانل ولا اي حاجه. هنا كيعطيك هو كلشي لي زيتاب كاملين، وغتشدهم ديك الساعه وغتمشي للبروجيكت وغتدير ليهم كولي. انتم غادي نضغطوا على هنايا، هو غادي يكتب لك ها هي مارك داون، غيبدا خدام عليه وغيعطيك ديك الساعه هذاك الفايل كامل كيف ما كتشوفوا ها هو. غتشدو غدير ليه كوبي كولي وغترجع لديك الساعه للبروجيكت وتكتب تدخلو تما، وغادي تهنى وغتشوف ديك الساعه يعني ديك القوه ديال هاد كلود اي اي في هاد الشيء. فهمنا؟ ها هو كيعطيه لك هو كامل دابا. هاد الشيء تقريبا شحال ديال الناس ما غاديش تقريبا يكونوا عارفين هاد الشيء، يعني ها هو تيوجدوا لك هنايا كيعطي لك مثلا هنايا كدوكيمون، الا بغيتي دير ليه تيليشارجمون ولا بغيت دير جوجل درايف ديالك ولا اي حاجه. الوغ هنايا ها هو عطانا دابا هاد المارك داون، فهمتي كيف ما كتشوفوا هنا. نتوما هذا غير كمثال. الوغ نتوما ملي غدير لي كوبي من هنايا وغتمشي للبروجيكت ديالك في المثال، وغدير في هذاك البروجيكت اللي درنا قبيله، وغتجي لهنايا الانستراكشنز هنايا وغدير هاد بلس وغتضغط عليه هنايا وتكتب بحال هكا وغدير سيف انستراكشنز. صافي هو دابا هاد التعليمات هادو دخلوا عنده الميموار ديالو ياك. هنايا لتحت هاد الفايلز هادي اللي كتشوفوا هنايا، الوغ هنايا الا بغات تضيف اي دوكيمون ولا اي شي حاجه اخرى، تصاور بي دي اف اي حاجه متعلقه بهذاك المشروع ديالك ولا بديك المهمه اللي بغيتي يبقى خدام معاك عليها، غتعطيها ليه هنايا وهو ديك الساعه صافي كيولي فاهمك، عارفك اسيدي نتايا ملي غتجي تدخل ليه لهاد البروجيكت هذا اللي هو هاد الويب سايت في المثال اللي سميناه حنا ويب سايت، وانت في مثلا خدمتي على فيسبوك، خدمتي على يوتيوب، خدمتي على سي بي اي، على اي حاجه راه كتكون عاطي سميه، غتجي تدخل هنا تعطيه غير التوبيك، غتقول ليه هي السميه ديال ديك الحاجه صافي، وهو كيبدا خدام معاك. الوغ انت كتستغل الوقت وكتستغل ديك الطاقه وكتبقى تعاود وتستغل انك كل مره تبقى تعاود ليه وتفكرو وتبقى تقول ليه ودير ليا ونقص ليا، داكشي ما غاديش تبقى ديرو. صافي غتجي هنا تكتب ليه جمله وحده ولا كتب ليه حتى كلمه وحده. انا في مثلا اليوم بغي نهضر على بيتزا في المثال، غادي لا بيتزا بحال هكا وضغط عليها، هو غيبدا خدام معاك على بيتزا. علاش؟ غيخدم معاك على حساب ديك التعليمات اللي عطيتيه انت ديجا في هذاك الام دي فايل. صافي يعني كلشي. وبيان سور الناس اللي كتكون شويه يعني افونسي في هذا الشيء، راه بيان سور غادي تكون تشد هذوك في المثل ديك الام دي فايل وتشوفوا واش هذاك الشيء كامل هو طرق ليه او لا، ولا نسى شي حاجه زيدها ليه ولا قول ليه زيدها، وديك الساعه هو غيتكلف لك بها. ها هو دابا حنا عطينا بيتزا صافي، حنا هو ديجا كيوجد لنا اي حاجه، يعني تصاور كيوجد لك لي زانغريديون، كيوجد لك اي حاجه الطريقه باش تخدم بها كلشي. وكيف ما قلت لكم نتوما راه دوك التعليمات كديروهم على حساب الطريقه اللي بغيتو ديك الساعه. صافي هادشي بالنسبه للبروجيكت. الوغ هنايا غادي نرجعوا لهاد الجهه هادي اللي فيها كلود كود. هنا الكلود كود راه هي هذيك ديال الناس اللي كدير فيها البرمجه، كدير فيها بزاف الحوايج. هو ملي كتضغط على كلود كود كيقول لك دير ليها الداونلود ولا خدم بها في التيرمينال في اس كود، هادشي كامل ولا في سلاك ولا بالموبايل هادشي كامل، ولا كتقول لي كونتينيو اون ويب يعني خدم معايا غير على الويب. انا ديجا عندي الابليكاسيون انستاليها وخدام بها على الويب، وهي هذه اللي غادي نفتحها دابا وغتشوفوها. هذه هي ملي كتانستايو نتوما من بعد تقريبا نفس الواجهه، وهي مختلفه واحد شويه ولكن راه تقريبا نفس الواجهه. ها انتم كتشوفوا هنا كاينه الشات نفس الشيء، وهنا كاين الكوورك. هاد الكوورك هذه حتى هي اللي كيولي يتعامل معاك يعني لوكالمون على الحاسوب ديالك، يعني على حساب بي سي ديالك كيولي يتعامل معاك
يعني في داك الشيء اللي عندك في البيسي. تقدر تجي عنده تقول له عطيني واحد تعطيه واحد الملف في المثال فيه لي دوكيمون، فيه تصاور، فيه شي حاجة، وكتقول ليه عالجهم. يعني ما تبقاش كل مرة تطلعهم عنده في أونلاين ولا شي حاجة، كتقول ليه ديك الساعة نتايا خدام معاك بحال شي واحد خدام معاك في البيسي. أي حاجة درتيها هنايا عندها علاقة يعني لوكالمون بالبيسي ديالك، وأنت بيان سور هو ديك الساعة ها هي هنا كاينة هاد الأوبسيون هادي. إلا بغيتيه كل مرة فين ما يدير شي حاجة يطلب منك الصلاحيات، أنت تتقول ليه continue عادي يكمّل معاك، sinon كتقول ليه هادي كتقول ليه act without asking يعني كمّل في هذاك الprojet كامل من الأول حتى الآخر بلا ما تسولني. هاد l'option. وهنا كاين البروجيكتات تخدم عليهم كتبدل لهم السميات ديالهم، ولا كتقول كدير واحد الfolder يعني واحد الdossier وكتبدا خدام عليه، صافي. وهنا كتبدا المحادثات ديالو، هادي حتى هو غيكون واحد الفيديو كامل عليه، حيت ما يمكنش نديرو كلشي في فيديو واحد، غنشرحوا هادشي كامل في فيديو يكون séparé. وهنايا الكود اللي كنا دوينا عليه هو هذا. هنا الكود تقدر تبني أي موقع، تبني تطبيق كيف ما كان الأندرويد، الiOS، تبني SaaS، تبني حتى تطبيقات الديسكتوب ولا دي games ديال الأندرويد ولا اللي بغيتي، إلا عرفتي أنك كيفاش تجيب هذاك الprompt وهداك الشيء وتبقى تحاور معاه. واخا ما تكونش عندك واحد المعرفة كبيرة بالcoding ولا بالبرمجة، راه الناس خدامين بالvibe coding واخا ما كيفهموا حتى شي حاجة في البرمجة، راهم تبارك الله بناو تطبيقات، بناو دي سيت ويب، بداو landing page، بداو دي SaaS، بزاف د الحوايج. خاصك غير فكرة وتعرف كيفاش تطبّقها، وهو راه غادي يعاونك تقريبًا على كل شيء. وهذا الشيء كامل حنا غادي نشرحوه حتى هو في فيديو سيباري اللي غيكون خاص غير بكلود كود. هذا الشيء كل ما كيخُص بهاد الطريقة أو التطبيق اللي تيكون على الديسكتوب أو على الحاسوب الشخصي ديالنا. تفهمنا؟ ألوغ من هنايا غادي نرجعوا لهنايا كيف ما قلنا، وهنايا غنرجعوا لهاد customize هذه عندها علاقة غير بهاد الشرح الجانبي كيفاش نتايا كدير customization يعني تخصص هاد الواجهة ديال كلود كود. وهنا كاين كلود ديزاين. كلود ديزاين راه نفس الشيء، أي حاجة متعلقة بالاب ديزاين، بالويب سايت ديزاين، أي حاجة متعلقة بالديزاين. الناس اللي كيخدموا في المجال ديال هاد الشيء ديال الديزاين وهادي كانوا كيخدموا بأدوبي، كيخدموا بزاف ديال يخدموا بكلود ديزاين يعني سواء أونلاين ولا أوفلاين. هذا الصراحة راه شي حاجة اللي زوينة بزاف حتى هي، يعني راه ما يمكنش يعني ديك الpuissance ديالو راه كيسهّل لك الأمور بزاف. يعني كينقص عليك دي زيتاب يعني حتى هو علاش قلت لكم راه كلود AI كيبقى واحد الوحش ديال الذكاء الاصطناعي إلا عرفتي كيفاش تستغلّو. حتى هو هذا غنديروا عليه فيديو كامل حتى هو باش ما يكونش هاد الفيديو طويل بزاف. غادي نرجعوا للواجهة اللي كنا فيها. هنا فين كاين artifacts. artifacts هذه اللي كتسمعوا بها artifacts يعني هي واحد لي projects اللي كيكونوا بحال دي زابليكاسيون، بحال دي games، بحال دي سيت ويب، بحال دي SaaS. من هنا فين كيبانوا، وهنا ملي كتكون خدام عليهم كيقسمهم على جوج. هنا كيعطيك الكوتي فيزيوال على اليمين، وهنا كتبقى خدام معاه على اليسار. راه هو كيكلاسيهم بحال artifacts يعني كيعطيهم واحد القيمة ماشي بحال زعما غير كتابة عادية ولا نصوص ولا شي حاجة ولا أجوبة عادية. كيعطيهم بحال قيمة أنهم راه بحال دي project، حيت كيتسمى أنه games ولا كتسمى أنها apps ولا كتسمى site web يعني واحد الproject. وهنايا كتبدا خدام معاه يعني ديفيزي l'écran هنايا على جوج، وكيبقى يعطيك النتيجة هنايا. ومن بعد هنايا وملي كتسالي ديك الproject هو تيكلاسيها لك هنايا بحال artifacts. فهمنا؟ ألوغ هادشي كلشي ما كيخص تقريبا كلود كود أو كيخص هاد الشريط اللي على اليسار. هنا اللي الحاجة اللي خاصكم ضروري تعرفوها هي أنكم ملي ديروا ديك الساعة نتوما التسجيل ضروري تمشيو للsettings ياك. وأول حاجة تمشيو لها هي هاد capabilities، هاي تضغطوا عليها بحال هكا. إلا غتمشيو لcapabilities ضروري تمشيو ليها ملي ديروا التسجيل أو ديروا الحساب ديالكم. علاش؟ الناس اللي خدامة في ChatGPT وديجا خدامة بزاف واحد المدة طويلة على ChatGPT وعلى Gemini، غتمشيو غديروا importation ديال هاديك العقلية ديالكم أو الخدمة ديالكم أو كيفاش كنتو خدامين مع دوك لي chatbot الآخرين. هادي بالنسبة للناس اللي باغا Claude AI يكمّل معاهم في الطريق. أما الناس اللي باغا تبدا انوفو أو تبدا من جديد ما محتاجاش أنها دير هاد القضية. غتمشي وغتمشي لChatGPT وغدير ليه كولي. أنا غادي نخلي لكم هاد الprompt في الوصف ديال الفيديو، تقدروا تستعملوه على أي chatbot آخر كيف ما كان نوعه. غتضغط عليه بحال هكا وغدير ليه entrée بحال هكا، هو غيعطيك يعني كاع هادوك الحوايج اللي كيعرفهم عليك هاد الchatbot هذا هو الAI. start import بحال هكا ودير ليه هنا كولي. وها أنت غدير ليه add to memory بحال هكا صافي. وها هو ديك الساعة هو غادي ياخد ديك الساعة الميموار ديالك أو ديك العقلية ديالك أو ديك الطريقة اللي كنتي خدام بها نتايا على دي chatbot آخرين، وصافي. وغادي هو ديك الساعة يولي فاهمك نتايا كيفاش داير، يعني بحال شي واحد كتعرّف راسك عليه، كتقول له أودي أنا راه ها كيفاش داير، ها هما لي بروجي اللي كنت خدام عليهم، ها هما الحوايج اللي كنت خدام عليهم ولا اللي كنت ناوي نخدم عليهم في المثال. حتى من الحوايج اللي كنت مثلا وصلت فيهم واحد المرحلة معينة وكذا وكذا.
صافي هو ديك الساعة كيعرفك أنت كيفاش داير. وهنا فين غادي نشير لواحد القضية، الناس اللي ما باغاش تبارطاجي شي حوايج يعني بيرسونيل، ولا ما باغاش تبارطاجي شي حوايج اللي عندهم علاقة فيما تيكونوا sensitive في المثال، ما تبارطاجيهمش، كتبوا داك الشيء خليكم حتى نتوما بروفيسيونيل معاه. في المثال سيدي أنا كنبغي نخدم على هادي وما كنبغيش هادي والسلام، ما تدخلش معاه سيدي لا في سميتك ولا شكون أنت ولا كيفاش ولا شنو كتبغي ولا شنو ولا شكون اللي معاك ولا اللي ما معاكش، ما تدخلش معاه في هادوك كاع ديك الحيتيات، وها أنت غادي تبقى ديك الساعة بخير. هذا الشيء كان كلشي ما كيخص بهاد كلود AI. حاجة أخرى قبل ما نساليو هاد الفيديو هذا، هو أنكم راه كاينة واحد extension ديال كروم اللي ضروري تستعملوها. ملي كتمشيو للكروم extension كتدخلوا هنايا كتدخلوا كلود يعطيها لكم، ها هي كلود AI تاكتيفيوها. وهذه حتى هي بغيت نقولها لكم، هي واخا الناس راهم كثيرين ولكن راه باقا في الطور التجريبي ديالها، يعني ما يعطيوهاش هي شي يعني شي حوايج شخصيين ديالكم، بحال الناس اللي في مثلا غادي تكون تبغي تعمر شي حاجة ولا تبغي دير شي حاجة على شي موقع والكارت يعني كيشي ولا المهم داك الشيء ديال الحساب ولا أي حاجة، حاولوا ما تعطيهمش تتفاداهم دابا حيت باقيين هو في الطور التجريبي، يعني باقي ماشي 100% safe. إلا مشيتو لGoogle Maps ولا أي حاجة راه كتبقى تبحثوه هو كتسولوه، هو ديك الساعة كيبحث لكم على أي حاجة هنايا. كيولي يتحكم لكم في هاد الصفحة اللي نتوما فاتحينها فيه، يعني سوا كنتِ بتعمّر دي فورميلير، كنتِ بتكتب شي حاجة، بغيتي يفهمك شي حاجة، يشرح لك شي حاجة، يعاونك على شي حاجة، من هنايا بهاد الextension هادي غديرها تسولو عادي كيف ما كتشوفوا. ونفس الشيء ها هو هنايا كيقول لك أودي ها هي ask before acting وكاينة ask without asking، ديما أكتيفيو هادي علاش؟ باش فين ما كيكون خدام معاكم على شي حاجة تيوقف حتى تعطيوه في المثال يعني الfeu vert أو الضوء الأخضر عاد يكمّل معاكم، يعني ما يبقاش خدام هو من الأول حتى الآخر، فهمتني؟ باش نتوما ماشي إلا كانت شي حاجة ما بغيتوش يديرها ديك الساعة ما يديرهاش ليكم صافي. وهنايا نفس الشيء راه كتضيفوا شي حاجة هنايا راه يعني كتقول ليه أودي هنا teach كلود، نفس الشيء كدير enable microphone وتبدا خدام تكومينيكي معاه وهو يجاوبك وهادي وفي نفس الشيء. يعني راه كاينة واحد الحاجة اللي قوية هنا غتعاونكم بزاف يعني في الحياة اليومية ديالكم ولا الخدمة ديالكم على الويب، حاولوا تستغلوها بطريقة صحيحة. صافي. ألوغ هادشي كان كلشي ما كيخص يعني هاد القضية ديال كلود AI وهاد المسائل كاملة وهاد الشيء اللي كيتعلق به. إلا ما فهمتوش شي حاجة ولا نسيت شي حاجة ما ذكرتهاش خليوها في الكومونتير، وحاولوا تقولوا لي أشنو بغيتوا أول حاجة يعني نستهدفها أو نتطرق ليها في الفيديوهات الماجيين اللي متعلقة بكلود، سواء كلود كود ولا كلود ديزاين ولا أي حاجة ولا البروجيكت نتعمقوا فيهم بزاف ولا نديروا شي حوايج تطبيقيا. خليوا لي في الكومونتير وديك الساعة راه غادي إن شاء الله نصايب فيديوهات على حساب نشوف الناس اللي باغيين داك الشيء كثير بزاف، نحاول أنني نصايب الفيديو الأول على ديك المسألة أو على ديك التوبيك. قبل ما نساليو هذا الفيديو ما تنساش دير الاشتراك على القناة، فعل جرس التنبيهات، وكيف ما قلت لكم راه غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي نبارطاجيهم معكم على القناة هذه بخصوص باسيف انكام، بخصوص الافيليت، الامازون، KDP، بزاف ديال الامور اللي غادي نبارطاجيهم معكم. وكاينين شي حوايج سيرتو الناس المبتدئين، الناس اللي باغا تبدا في العالم ديال الويب او في العالم ديال باسيف انكام ولا شي حاجه بحال هكا، راه غادي نحاول نبارطاجي معكم شي حوايج باش نتوما تبداو في المسار ديالكم والله يسهل على الجميع. ونتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله.